أنا نسرين، بنت بسيطة وهادية. عمري ما كنت كنحب المشاكل ولا ندخل في راسي في شي حاجة خايبة. كنعيش مع الوالدين وكنحاول ديما نكون محترمة ودايرة عقلي في حالي. اختي الكبيرة متزوجة وعايشة بعيد علينا شوية، ولكن منين كتجي تزورنا كتفرح الدار كامل. نهار من نهارات اختي عيطات لينا وقالت غادي تجي تزورنا شي أيام، ولكن هاد المرة غادي يجي معاها راجلها حيت عنده شي خدمة قريبة من حومتنا. فرحنا وقلنا مرحبا بهم بجوج. جاو والدار تعمرات بالضحك والهضرة. راجل اختي كان باين عليه مؤدب، كيهضر بزاف وكيضحك، والوالدين عجبهم الحال. وانا كنت كنشوفو غير كراجل اختي وخلاص، ما عمري فكرت في شي حاجة أخرى. ولكن من نهار الأول حسيت بشي حاجة ما مريحانيش. كان كيشوف فيا بزاف، نظرات طويلة وكيطرح أسئلة ما عندها حتى داعي. فين قريتي؟ واش ما فكرتيش في الزواج؟ شكون كيخرج معاك؟ كنت كنضحك وكنجاوب باختصار وكنقول في خاطري غير راجل اختي وباغي يهدر. الأيام دازت وبديت نلاحظ باللي كيتقصد يبقى بوحدو معايا. إلا خرجات اختي للحمام ولا المطبخ كيجلس قريب بزاف، وإذا نط نمشي كيتبعني بشي سبب. مرة كنت كنوجد في الشاي، جا وقف حدايا وقال: نسرين انتي زوينة ومهدبة بزاف ما شاء الله. حسيت براسي تقلقت وقلت ليه: الله يرضي عليك، هادشي ما خاصوش يتقال. ضحك وقال: غير كان مضحك، علاش معصبة؟ من داك النهار وأنا ولات عندي واحد الخوف في قلبي، وليت كنحاول نبقى ديما مع اختي ولا مع الوالدين وما نبقاش بوحدي في الدار. ولكن نهار آخر تبدل كل شيء. اختي خرجت مع ماما للسوق وبقيت أنا وهو في الدار. قلت غير دقايق ويرجعوا. دخلت لبيتي نسد الباب، ولكن جا طرق وقال: نسرين غير بغيت نهضر معاك شي كلمة. قلت ليه من وراء الباب: ما كاين ما يتقال، عافاك خليني. ولكن الصوت ديالو تبدل وقال: ما تخافيش، غير كنحس براسي مرتاح معاك. هذيك اللحظة حسيت بالبرد في ظهري، قلبي بدا كيدق بقوة وصرخت: بعد عليا، راه انتي راجل اختي. حمدت الله حيت في اللحظة الأخيرة رجعت اختي وماما وبان الارتباك عليه. حاول يضحك ويبين راسو عادي، ولكن أنا دموعي نزلوا بلا ما نحس. دخلت اختي بيتي وسولتني: نسرين شنو واقع؟ ترددت، خفت، حشمت، ولكن ما قدرتش نسكت. حكيت ليها كل شيء، النظرات، الكلام والتصرفات. اختي تصدمات، وجهها تبدل وبقات غير كتشوف فيه. واجهته قدامنا كاملين، حاول ينكر، يقول غير سوء تفاهم، ولكن دموعي وصوتي المرتعش كانوا كافيين. ذاك النهار اختي جمعات حوايجها ومشات معانا لدار والديها، وهو رجع بوحده. قالت لي: إلا ما كنتيش هدرتي كنت نكون عايشة مع واحد ما كيتخافش من الله. دازت أيام صعيبة، ولكن تعلمت درس كبير. السكوت على الغلط كيخلي الظالم يتمادى، والهضرة في الوقت المناسب كتنجي الأرواح. دابا أنا نسرين كنحمد الله حيت كنت قوية وهدرت، وحيت حتي صدقاتني ووقفات معايا. وكنقول لكل بنت: إلا حسيتي براسك ما مرتاحة، راه الإحساس ما كيكذبش، هدري وما تخافيش.